الذي ندين الله به أن هذه التنظيمات، ومنها تنظيم الدولة ومنها تنظيم القاعدة، كلاهما العقيدة مشتركة والعقيدة واحدة عندهم، سواء كان الفلسفة الجهادية عندهم أو المنهج الجهادي أو المعتقد الأصلي في الدين واحد، لا فرق بين تنظيم الدولة وبين تنظيم القاعدة. لكن الحرب هو على المساحات فقط، الحرب على المساحات وعلى الأتباع. والمراقب لبعض التيارات الجهادية، يعني الذي يراقب هذه التنظيمات وهذه التيارات، سواء يعني الآن أكبر فصيلين هو تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة، الذي يراقب هذه الفصائل أو هذه التنظيمات أو هذه التيارات الفكرية السلفية الجهادية يلاحظ هناك فرق بسيط. الفرق البسيط هذا هو أن تنظيم الدولة، ما يعرف بداعش إعلاميا، هو يتحرك بنفس روح الوهابية التي نشأت في أول أمرها في نجد، يعني يأخذ النفس الوهابي الخالص. ولذلك تجد معاهدهم وكتبهم ومؤلفاتهم وتعليمهم كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتب أئمة الدعوة النجدية، مجموع الفتاوى لأئمة الدعوة النجدية. فتنظيم الخلافة